أكيد كاينين بزاف ديال الناس اللي ما عجبتهمش المقابلة ديال اليوم، وكاينين الناس اللي عجبتهم المقابلة بحكم النتيجة ديالها. أنا واحد من هاد الناس، فالمقابلة النتيجة ديالها هي الأهم، ماشي الأداء ديال اللاعبين، وإنما النتيجة ديال المقابلة هي الأهم. فالمقابلة ديال الافتتاح فلا بد من 3 ديال النقاط، فما نقلبوش على الأداء، الأداء غادي يجي مع المقابلات، مقابلة تابعة مقابلة غادي تحسن اللعب ديال اللاعبين، نقدروا نشوفوا منتخب منسجم بزاف. كما كتعرفوا المنتخب ما كيكونش مجموع طيلة السنة، نتمناو تحسن إن شاء الله في المقابلة الجاية، نشوفوا منتخب بوجه آخر. دابا كتهمنا النتيجة فقط. المقابلات ديال كأس إفريقيا فهما ما كيتلعبوش على الفرجة فقط، كيتلعبوا على جزئيات، وكيتلعبوا على الربح فقط. حنا خصنا نربحوا المقابلات بلا ما نقلبوا على الأداء، فالانسجام تيجي مع كثرة المقابلات. نتمناو كما قلت المقابلة الجاية تعطينا وجه آخر للفريق الوطني، ونشوفوا تحسن في الأداء أكثر. النتيجة ديال اليوم هي الأهم. أحوال الطقس فاش شفنا الشتا كانت بزاف، فما غاديش تساعد اللاعبين باش يعطيو الامكانيات ديالهم الفنيه. فعلى العموم مقابله مقبوله بزاف، انه شفنا الفريق الوطني كيحاول يقلب على الهدف، وجا الهدف وجا بيلانتي، فضاع البيلانتي تا هو ما كانش في صالح المنتخب الوطني. كنت سجل الهدف على بكري فغادي كنا نشوفوا مقابله اخرى. فالاصابه ديال سايس هي كان عندها تاثير على الفريق الوطني. على العموم مقابله كما قلت مقابله مقبوله 100%. الاداء كيجي مع المقابلات، مقابله تبع مقابله غادي نشوفوا تحسن ان شاء الله بحول الله. وانتم الا وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش ديروا تعليق، جاوبونا كيفاش جاتكم المقابله، واش نتوما راضيين على اللقاء ديال اليوم، شنو كان خاصكم، شنو كيهمكم في المنتخب الوطني، واش الاداء ولا النتيجه. اكيد اليوم كيفكروا بعقولهم فغيقولوا الاداء ماشي هو الاهم الان، فالاداء من بعد غادي يجي الاداء ان شاء الله بحول الله. كنتمنوا حظ وفر الفريق الوطني، وانتم ديروا لايك، ديروا بارطاج، وشاركونا في التعليقات، وما تنساوش تابوناو معنا في الصفحه.